عملتي تحليل حمل وطلع سلبي؟ ما تقلقيش، انت ممكن تكوني حامل فعلا. اهلا بيكم في قناتي مامي اول مره. انا اسراء. هنا بنتكلم عن مراحل الحمل وعن الولاده وكل اللي يهم كل ام. والنهارده هنجاوب على فيديو مهم جدا: امتى اعمل تحليل الحمل وتطلع نتيجته مظبوطه. تعالي بقى اقولك على افضل وقت نعمل فيه تحليل الحمل. اولا، مش اول ما البريود تتاخر عننا يوم او يومين نجري نعمل التحليل، لا، احنا المفروض نستنى من 5 ل7 ايام. قبل كده بيكون هرمون الحمل نسبته مش عاليه قوي في الجسم، فبالتالي بيطلع التحليل سلبي، فممكن اللي تكون منتظره حمل تتضايق. لا، احنا اللي استعجلنا. المفروض على الاقل من 5 ل7 ايام تاخير بريود. ده بالنسبه لتحليل الدم. تحليل الحمل في الدم بيكون ادق من التحليل المنزلي، فبالتالي لو احنا حسينا بحمل بالاعراض اللي احنا قلنا عليها قبل كده في الفيديو اللي فات، يبقى يفضل ان احنا نعمل تحليل حمل في الدم. وما تنسيش، لو انت هتعملي تحليل الحمل المنزلي تعمليه اول ما تصحي من النوم، بيكون تركيز الهرمون عالي فالنسبه بتكون ظاهره بوضوح. خليني اوريكم شكل اختبار الحمل المنزلي بيكون عامل ازاي. ده بالظبط شكله، وده لو لاحظتوا هتلاقوا فيه شرطتين، يعني ده نتيجته ايجابيه. بنعمله ازاي؟ اول ما بنصحى الصبح بنعمل تويلت في كب كاننا رايحين نعمل تحليل في معمل عادي جدا، وناخد الجزء ده وننزله في الكب لمده 3 ثواني ونرفعه على طول. هنستنى من 5 ل10 ثواني وهنلاقي النتيجه ابتدت تظهر معانا هنا. لو هو مفيش حمل هتبقى شرطه واحده، لو هو ايجابي هيبقى شرطتين. وفي منه شكل تاني، عشان ده اللي انا لقيته متوفر في الصيدليه. في منه شكل تاني هوريكم صورته نعمله ازاي ده برضه، عشان ده طريقته مختلفه. هتعملي في الكب وبيكون معاه قطاره، بنسحب من الكب ونحط في الجهاز نقطتين بالظبط، وبعد 5 ثواني، من 5 ل10 ثواني النتيجه برضه بتظهر. وبرضه نفس القصه، لو هو سلبي هتطلع شرطه واحده، لو هو ايجابي هيبقوا شرطتين. في حاله ان هو بايظ هتلاقي ما اداكيش اي حاجه. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه، وتقولوا لي في الكومنتات تجربتكم مع الاختبار، عملت الاختبار بعد غياب البريود بقد ايه. والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن ازاي نفرق كويس جدا بين دي اعراض بريود ولا اعراض حمل. ولو عندك اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. ربنا يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه.